ايه بقول لك ايه، انا جبت تعبان وكان هيقضيني في البدايه. المهم انا قررت ان انا اربي ده عشان انا اصطادته وصعبان عليا، وبصراحه انا لسه مش هعمل له بيت. انا هعمل له بيت بس انا هغير له على البيت اكني لسه هعمل له بيت عشان تفهموا ازاي بنربي التعب ده. من نوع الارقم البيتي. بصوا بيكون متفاوت الالوان، بس الالوان اللي في المنطقه اللي انا فيها منطقه اسكندريه اللي هو الساحل الشمالي الغربي بيكون باللون الفضي الفاقع قوي ده. هو لسه مغير جلد على فكره. دي عينه من اكبر العينات اللي انا مسكتها، يعني داخله في متر وحاجه. يعني هي هدت عندي. هي هدت عندي. انتوا عارفين اصلا الارقم بيكون صعب جدا جدا في ان هو يهدى. يعني اول حاجه معانا هنجيبه العلبه ديت. علبه يعني ممكن تكون نص طول التعبان عشان خاطر التعبان يقدر، يعني مش لازم يفرد نفسه 100%، هو الافضل ان هو يفرد نفسه 100% بس عشان خاطر التعبان يعيش مرتاح. يعني هنجيبه كده وهنجيبه الورق، نقطع دي كده مثلا، نحط باشا دي هنا، حاجه في منتهى العبث يعني. بس خلاص كده عملنا بيت التعبان. انا التعبان دوت اكل عندي وانا مش حاطط له مخبأ، لان في تعابين بتحب او شخصياتها ان هي لازم يكون ليها مخبأ عشان خاطر هي كده بتحس بالامان. لكن دوت الحمد لله بقى له فتره كبيره عندي، فانا مقعده من غير مخبأ. يعني اهم حاجه برام الميه عشان يشرب ويرطب على نفسه. قبل ما نكمل ما تنساش تدعي لكل اخواتك في الوطن العربي. معانا من اهم الحاجات شويه تخريم كده بسيط. يعني احنا مش محتاجين تخريم كتير قوي، لان الارقم البيتي بيحتاج نسبه من الرطوبه، او هو بيتحمل نسبه من الرطوبه، لكن ما تقللش الخرام قوي عشان خاطر للاسف ممكن يجيله تعفن الحراشف من تحت كده، تلاقي ديت متعفنه وعلاجها بيكون رخم شويه. هنحطه ده كده وهنحطه ده كده وكده. انا عرفتك ازاي بتعمل البيت التعبان في البيت. ما تنساش تصلي على النبي ويلا سلام عليكم.